اسمي نائب رئيس مجلس إدارة حياة التدخين وأكاديمية التدخين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحية من حياة التدخين لكل سادة حضور الموجودين. كلمة سريعة عشان نبدأ في فعاليات المؤتمر. يوم ربنا سبحانه وتعالى اتكلم مع الملائكة انه هينزل مخلوقات تعيش في الارض، قال اني جاعل في الارض خليفة. فكان دور الانسان وتواجده في الارض انه يصلح، وان يوم ما نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى كلنا هيسالنا عن رساله كل واحد كانت في الارض ايه. كل جيل بيسلم الجيل اللي بعديه الارض، بيسلم البلد. واحنا من منطلق حبنا لبلادنا مش عايزين التاريخ يكتب عننا ويتكلم عننا ان احنا جيل ضيعنا حلاوه البلد وضيعنا الرساله الانسانيه اللي لازم كل واحد فينا يكون ليه بصمه فيها. في منطلق حبنا للبلد وحبنا لشعب هذه البلد احنا بننتمي ليه، نفسنا ان احنا اولادنا يطلعوا في بيئه انظف واجمل واحلى واكثر تقدما من اللي احنا طلعنا فيها. عشان كده لازم يكون لنا دور اصلاحي في بلادنا، وقعدنا نبص على ايه المشاكل اللي ممكن اي حد يحط فيها ايديه، سواء الفنانين او الدعاة الوسطيين او اي واحد ربنا اقامه باي شيء له قيمه. فقلنا ان التدخين هو احد الاعداء الكبيره اللي كتير مننا مش واخد باله منه، اللي بيدمر في احلى حاجه وهي صحتنا. فعشان كده حطينا ايدينا في ايد بعض مع تغيير المجتمع، علشان بعد ما يعدي 100 سنه ولا 200 سنه ولا اكثر والاجيال تبص ورا على القرن العشرين والقرن ال21 احنا متواجدين فيه، يقولوا الناس دي سمحت مش افسدت في البلد وفي شعب البلد وفي شباب البلد. فاتمنى ان كل واحد يحط ايده في ايدينا علشان في يوم من الايام الواحد يتمشى في بلده الحبيبه زي ما بيتمشى في كتير من الاماكن اللي في اوروبا، والناس بتتبارك وبتعتز ان هم متقدمين مش بيدخلوا في اغلب اماكن البلد. في يوم من الايام بجهدنا وبتعاون الله سبحانه وتعالى بلدنا الحبيبه هتبقى كده. ربنا يوفقنا جميعا، وشكرا للساده الحضور جميعا. السلام عليكم ورحمه الله. مهما طال بيا